مساء الخير. إيما موظفة في شركة باندا للمشروبات الغذائية. بيبدأ الفيلم وإيما في مهمة تسويق في شيكاغو، وبتوضح للعملاء مميزات المنتج بحماس. بترج المشروب اللي أول ما فتحته بيفور وبيغرق العملاء. بتتوتر وبتطلب منهم ما يبلغوش مديرها عشان ما تترفدش من الشغل. بعد فشلها بتتوجه للمطار عشان ترجع مدينتها وهي حزينة. بتتصل بصديقتها ليزي وبتحكي لها اللي حصل، وبتعبر لها عن قلقها من رفضها من الوظيفة، وخصوصا ان دي رابع وظيفة في 3 سنين تترفض منهم. وهي بتتكلم المضيفة كانت سامعاها، عشان كده لما دخلت الطيارة المضيفة تعاطفت معاها وعرضت عليها تقعد في الدرجة الأولى عشان تحسن مودها. بالصدفة بتقعد جنب شاب اسمه جاك، وفجأة الطيارة بتواجه مطبات هوائية، وده بيرعب إيما. لكنها بتبدأ في الحديث مع جاك عن كل حياتها. بتقوله إنها مش عاوزة تموت قبل ما تتجوز وتجيب أطفال، وإنها مش بتحب كونر اللي مرتبطة بيه وبتحضر معاه حفلات الجاز اللي هي مش بتحبها، وبتسقي زرع زميلتها في الشغل بالعصير عشان دايما بتضايقها، والقهوة اللي بتشربها في الشغل مش بتحبها لكن بتشربها، والصفقة اللي كانت مسافرة للتسويق لها فشلت. بتفضل تحكي تفاصيل كتير في حياتها لحد ما جاك بيقول لها انهم وصلوا والطيارة هتنزل المطار، وبتقوم وتنزل ومش بتسلم عليه. طبعا جاك بيستغرب من تصرفها جدا، ولما بتنزل المطار بيكون كونر في انتظارها بتحكي له انها فشلت في المهمة اللي كانت مسافرة عشانها. جاك كان بيبص عليهم من بعيد. تاني يوم بتقابل زميلها كيس وبيروحوا الشغل مع بعض. بيتفاجئوا ان في حركة غريبة وتوضيبات في الشركة، وبيعرفوا ان صاحب الشركة هيوصل النهاردة. فجأة بيدخل جاك الشركة. بتتصدم إيما لما بتشوفه، افتكرت ان هي حكت له كل اسرارها في الطيارة، وبتحاول تبعد وشها عنه عشان ما يشوفهاش. بتبدأ مديرة المكتب تعرف جاك على الموظفين. لما بتوصل لإيما وهي بتعرفه عليها بيضحك وبيسألها عن القهوة اللي بتشربها، بتقوله انها لذيذة. وبعدها بتعرفوا على ارتينيس اللي بتكلمه فرنش وهي مش حافظة غير كلمات بسيطة لكنها عاوزة تلفت انتباهه ليها. ولما بيدخل مكتبه بتدخل عليه إيما وبتترجاه ان ينسى كل اللي حكيته له في الطيارة وما يرفدهاش من الشغل. بيوافق على طلبها لكن بشرط انها ما تعرفش حد ان هو كان في شيكاغو امبارح. طبعا بتوافق وبتوعده انه يكون سر. بعد الشغل بتروح وبتحكي اللي حصل لرفيقاتها في السكن، وليزي بتنصحها انها تتعامل معاه عادي كأن مفيش اي حاجة حصلت. تاني يوم جاك بيراقب الموظفين وبيشوف شغلهم. ارتينيس بتطلب من إيما بعض الصور بترميها لها، وجاك بيضحك. بيسأل الموظفين عن قراءاتهم لكتب في مجال شغلهم عشان يحسنوا أدائهم. كل موظف بيتكلم عن كتاب ما عدا إيما ما بتتكلمش، فسألها عن اسم كتاب كانت حكت له عنه في الطيارة إنها اضطرت تقول إنها قريته عشان تتقبل في الوظيفة، لكن هو في الواقع كتاب ممل جدا بالنسبة لها وما قريتش غير صفحة واحدة منه. إيما بتحاول تهرب من الإجابة، وبينقذ الموقف دخول زميلها كيس اللي بيطلب منها تيجي تراجع معاه الحساب، وبتشاور له يمشي لأن من ضمن أسرارها اللي حكتها له إن هي وكيس بيزوغوا من الشغل بالطريقة دي. لكن جاك بيبتسم وبيسمح لها تروح تساعده في الحسابات، وفعلا بتروح لكن بيشربوا قهوتهم. ولما بترجع بتدخل الأسانسير وبتلاقي جاك، وبيدخل كمان معاهم كونر اللي هو كان معاها في الشغل، وبيتعرف على جاك. وجاك بيقوله إن شكله هو وإيما مرتبطين، لكن كونر بيوضح له إن هو بيفصل بين الشغل وبين حياته الشخصية، ومش بيتكلم مع إيما وهما في الشغل. إيما بتتضايق لكن بتحاول إنها تداري ضيقها. وبعدها بيحضروا كلهم اجتماع، وبيعرض كونر فكرة لزيادة مبيعات الشركة برسم توضيحي لكن بطريقة مملة. إيما بتقول إن المنتج بيستهدف كبار السن فقط، وبتتكلم أرتيميس كأنها خبيرة دعاية وبتستخدم مصطلحات صعبة عشان تظهر إنها شاطرة ومثقفة. لكن جاك بيحرجها فبتسكت، وبينتهي الاجتماع. بعدها إيما بتنده على كونر عشان تتكلم معاه، لكنه بيتوتر ومش عاوز حد يشوفهم وهما بيتكلموا، عشان كده بتقرر تنهي علاقتهم. ولما بترجع السكن بتحكي لصاحبتها إنها نهت العلاقة ومش حزينة. جيما صاحبتها بتقولها تديله فرصة تانية، لكنها بتقول إنها مرتاحة إنها نهت العلاقة. في اليوم التاني بيطلبها جاك وبياخد رأيها في اللوجو الجديد للشركة، وبيعرف كمان إنها انفصلت عن كونر، وبيطلب منها إنهم يخرجوا بالليل مع بعض. وبالليل بيمر عليها في السكن وبيدخل ويتعرف على ليز، وبيدخل غرفتها واستغرب من الغطا بتاعها اللي عليه رسومات أطفال. لما خرجوا للعشاء بدأ إعجابهم ببعض يظهر، وعلاقتهم ببعض أصبحت أقوى لما بقوا بيتقابلوا كل يوم. إيما كانت بتتعامل بطبيعتها، لكن جاك كان كلامه قليل، ورغم ده إيما كانت سعيدة من علاقتها رغم إحساسها إنه مخبي عنها سر. بعد كده بيتجمع الموظفين عشان يتابعوا جاك اللي كان ضيف في أحد البرامج، وبيتكلم عن إدارة الشركة لوحده بعد وفاة شريكه، وإنه بينتج منتج بيستهدف البنات البسيطة.
وخصوصا بنت هي اللي ألهمته ليه، وهي بتلبس البنطلونات الواسعة وبتحط وردة في شعرها وبتشرب الكحول من الإزازة وبتمضغ اللبانة في أي مكان وبتكره الكعب العالي. الكل بيعرفوا إنه بيقصدها وبيضحكوا عليها وبيغنوا لها. إيما بتزعل وبتسيب المكان وبترجع السكن وبتحكي لرفيقاتها وهي بتعيط. اتصل جاك في نفس الوقت، ردت عليه وهي متعصبة وقالت إنها عاوزة تنهي علاقتهم ومش عاوزة تشوفه تاني. جيما صديقتها نصحتها إنها تقول لها أي سر من أسراره وتنشره في الجريدة اللي بتشتغل فيها وتفضحه زي ما فضحها عشان تنتقم منه. قالت لها إنها متعرفش عنه غير إنه مش عاوز حد يعرف إنه كان في شيكاغو. في اليوم التاني قابلت زميلها كيسي وحكت له اللي حصل وهي حزينة. كان بيحاول يخفف عنها. فجأة دخل جاك حاول يكلمها لكنها تجاهلته، وبيقوم كيسي عشان يكلمها. جاك بيقول لها إنه مش فاهم إيه سبب زعلها. بتفكروا إنه وعدها إنه مش هيبوح بأسرارها لكنه فضحها في البرنامج، ولما اعتذر لها رفضت اعتذاره. وكالعادة بتروح السكن وبتحكي لرفيقاتها في السكن، وبيأكدوا تاني فكرة إنهم يفضحوه في الجريدة عن طريق صحفي معروف، لكنها بترفض إنها تأذيه. في اليوم التاني كان في اجتماع، وفي الاجتماع عرض نيك زميلها فكرة لزيادة المبيعات على المديرة. وافقت المديرة عليها لكنها كانت فكرة إيما، وهي وضحت كده. نيك ما قدرش ينكر إنها فكرة إيما، وفعلا المديرة بتقول لنيك ما ينسبش عمل لنفسه وهو مش ليه، وبترقي إيما. لكن أرتيميس بتلمح إنها اترقت بسبب علاقتها بجاك، عشان كده المديرة بتنصحها تثبت عكس كده وتجتهد في شغلها. وبالليل بتروح إيما العرض المسرحي بتاع ليز صديقتها، وبتخفف عنها توترها وخوفها. جاك كان عرف بالعرض من إعلان كان على مكتب إيما، وراح لها المسرح وحاول يصالحها تاني، وقال لها إنها بقت أقرب إنسانة ليه، وبيصرح لها بسره، وبيوريها صورة شريكه بيت اللي مات وبيهتم ببنته اللي وصاه عليها قبل ما يموت، وإنه عاوز يبعدها عن الأضواء والشهرة، وعشان كده طلب منها إن سفره شيكاغو يكون سر. إيما بتسامحه وبيتفرجوا على العرض الراقص، وبعد العرض بتهني ليز على نجاح العرض، وبتتفاجئ إنها نسيت شنطتها في صالة العرض. جاك بيروح يجيبها، وفي نفس الوقت بتحضر جيما صاحبتها ومعها الصحفي اللي بيسألها عن سر جاك. رجع جاك وسمع حديثهم وزعل ومشي. بتحاول تلحقه إيما وتحاول توضح له الحقيقة، لكنه بيقول لها إنه واثق فيها على الرغم إنه مش بيثق في أي حد، وإن هي كده هتبيعه للصحفي، وقرر يسافر لشيكاغو. ولما بتعرف إيما بتسافر على نفس الرحلة وبتقعد جنبه، وبتحاول توضح له اللي حصل، وإنها ما قالتش حاجة للصحفي، وإنها سعيدة إنه بيحبها رغم عيوبها ومتقبلها، وإنها ما عرفتش حاجة عنه رغم ده هي سعيدة بإحساسها تجاهه. وبيقطع حديثهم الراكبة صاحبة الكرسي. بتقوم إيما وبتروح الدرجة التانية. جاك بيحس إنها صادقة في كلامها، وبيروح لها ويبدأ يحكي لها أسراره، زي إنه بيخاف ينام في الضلمة عشان كده بيحط مضرب بيسبول تحت السرير، وعنده سنه مزيفة عشان كان بيفتح إزازة كحول ببقه عشان يجذب انتباه بنت. عرض على الراكب اللي جنبها تبديل مكانه، طبعا بيوافق وهو فرحان إنه هيقعد في الدرجة الأولى. بيكمل كلامه وبيقول لها إن هو كمان بيخاف من الطيارة. بيرجعوا لبعض تاني وبيتفقوا إنهم يكملوا حياتهم للآخر مع بعض.